السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. الفترة دي مصر بتحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم وزهور وورد وجو جميل. عشان كده فكرت نعمل طبق خفيف برضه زي الأيام اللي احنا فيها. هنعمل طبق اللي هو يعتبر الآيس كريم الكوري. ده الطبق ده بيحبوه جدا في كوريا وبياكلوه دايما في الأسواق وكده على أساس إن هو آيس كريم. طبعا زي ما احنا لاحظنا ان الكوريين في اسلوب الطهي لما بيجي يعمل اكل بيعمل خضروات كتير، خضروات مشكله. برضه لما يجي يعمل ايس كريم بالتالي هيستعمل فاكهه كتير، فاكهه مشكله زي ما احنا عايزين. طبعا الفاكهه متوفره في الموسم، يعني مثلا في فراوله، عندي خوخ ماشي، عندي كانتالوب سوري، وعندي كيوي، بطيخ. ممكن لو مفيش نجيب يعني علبة فواكه مشكلة زي كده. ممكن يكون موز، ممكن يعني الفاكهة دي كل أنواع مفتوحة، أنواع كتيرة ممكن نحطها، أنواع أقل ممكن نحطها على حسب ما احنا بنحب. دي فاصوليا حمراء أنا جبتها وسلقتها. لكن ممكن ان احنا مثلا مش عايزينها، ممكن ان احنا نستغنى عنها خالص، وممكن ان احنا نجيب علبة من السوبر ماركت اللي هي علبة الفاصوليا الحمراء اللي هي بتبقى جاهزة. ده زبادي، ده لبن مكثف. لكن لو مش عايزين ممكن ان احنا نكتفي بالزبادي، ان احنا نحط له سكر يبقى لبن مكثف. لكن اللبن المكثف بيديله طعم غني كده للايس كريم. ده للتجميل بيستعملوا هم رقائق الذره او شرايح الكورنفليكس. سكر وسنه صغيره ملح هنستعملها مع الفاصوليا، وطبعا التلج عشان نعمل الايس كريم. هناخد الفاصوليا الاول لو احنا جايبينها معلبه، او لو احنا سلقناها زي كده، انا سلقاها بس. هناخد نحط لها ربع معلقه صغيره ملح، ودول معلقتين كبار سكر، يعني نهرسها شويه كده، ايه خفيف كده، ايه مع السكر والملح. واللي وقع ده نسيبه، واسيبها لحد ما اخلص باقي المكونات. الفاصوليا من الحاجات اللي عديمه الطعم، اذا حطينا لها سكر بتبقى حلوه، واذا حطينا لها يعني ملح تبقى مالحه. وهي ده الطريقه التقليديه، وده بتتباع في كوريا علب جاهزه مخصوص للايس كريم الكوري، في الفاصوليا ومتجهزه مع الملح والسكر. هي كل قصه انا بحط لها ملح وسكر. نبتدي بقى نجيب الفاكهه، سواء كنا هنعملها مكعبات او مربعات او اي طريقه احنا هنعملها بيها. يعني انا بحب الآلة دي جدا. بناخد كده يطلع معايا كور صغيره، لو مفيش ممكن بمعلقه صغيره، ممكن ان احنا نستعملها برضو نعمل بسكينه كده مربعات لو احنا عايزين. الكنتالوب برضو ممكن نقطعه بطريقه لطيفه، الآلة دي ممكن بآلة زي كده، ونعمل فتحات عشان ممكن في الاخر نعمله طبق نحط فيه، وفي الاخر نفصلها من بعضها. لو مفيش دي ممكن ان احنا نمسك السكينه ونعمل مثلث، نرجع نعمل مثلث تاني كده لحد ما نخلصها كلها. بس طبعا الآلة دي اسهل بكتير كده. هيطلع عندي شكل حلو. ممكن ان احنا نعملها طبق بعد كده نحط فيها الايس كريم اللي احنا هنعمله. نسلكها شويه. اهو زي ما انتم شايفين كده. برضه ممكن ناخد بالمعلقه كده من جوه الكنتالوب ونحطه قطع صغيره عشان افرغ الكنتالوب. ممكن برضه نقطع لو في خوخ، وبحب الخوخ جدا، نقطع مكعبات خوخ، مكعبات مانجا، مكعبات موز، اي فاكهه احنا بنحبها او متوفره في الموسم ان احنا نعملها. هيطلع بسهوله بعد ما قطعناها، يطلع مكعبات. بعدين نعملها بالعكس تاني، يطلع معانا كده مكعبات. هنقطع الكيوي ونخليه للاخر لوحده، هنجمل بيه. الفراولة برضو نشيل الوردة بتاعتها، طبعا دي مغسولة كويس جدا. نقطعها برضو الطريقة اللي احنا بنحبها.
طبعا لو في فراولة اكبر، بس انا بحب الصغيرة دي لانها بتبقى زي ما بيقولوا كده بلدي ومسكرة، وهنخليهم للاخر هنجمل بيهم. نكمل تقطيع الفراولة بقى كده في الخلاط. حوالي كوباية ونص تلج. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى كمية من التلج المجروش نحطها في طبق من الأساس. هما بيحبوا أوي النظام التلج المجروش في الآيس كريم، يعني نجروشه على قد ما نقدر كده، أو ممكن نكسره بأي حاجة لو احنا مثلا مش عايزين نحطه في الخلاط. ناخد معلقة من الشراب بتاع الفاكهة ده نحطها عليه، ومعلقة من اللبن المكثف كبيرة. وبعدين نحط بقى الفاكهة، طبقة من الفاكهة، وطبقة من الفاصوليا أو اللوبيا الحمراء، تاني طبقة من الفاكهة، زبادي. ممكن ان احنا نخلط الزبادي ده مع السكر لو احنا عايزين، بس هي الفاكهة فيها سكر كفاية. احنا شايفين طبق غني بكمية كبيرة من الفاكهة. ممكن كمان نحط الفاكهة المعلبة، وبعدين نجملها بالمكسرات، فاكهة الكيوي. طبعا بقى الشكل بقى ده يعني كل واحد بقى يلعب فيه ايه براحته. نحط برضه على الوش برضه شوية تاني عشان يديني حلاوة للفاكهة المكثف. نجملها بقى بأي كريم أي حاجة، كل واحد بقى ايه يحط إبداعاته. برضه عندنا دي اللي عملناها نديها برضه كريم. نحط مثلا واحدة فراولة هنا كده، مفيش اجمل من كده طبق ايس كريم صيفي خفيف جميل على الطريقه الكوري. يبقى كده عملنا ايه؟ طبق البات بينسو اللي هو طبق الايس كريم الكوري. يا رب يكون خفيف وجميل ويعجبكم، وناكله كل سنه وكل المصريين وكل العالم يا رب بخير. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.